الاحتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم درسي صديقة ابن قند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجزء الرابع من درسنا في حكم الاحتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نحن نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة فوق كل شيء من النفس والأهل والمال، ومحبة الرسول من أوجب الواجبات واجب قدار. وفي هذه المحبة كده يسمى لابد من الاحتراز من البدع بدار رأيقتشون دركم. رسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تقوم كيسنين من أما يا النساء هوين سا ديمسي سادا وانا نتين أفو أردفو تيجا رسول عليه الصلاة والسلام. خناف الاحتفال والقاون لو ترجما جمدوداف والقاون وقان عادا قرأتني وان ارجماني نجتين وان صحاباني نجتين وان تابعوني نجتين وان ايكا قرني سديبودا قرونا قرني ارففا جارات ابا سديفي جاتمي صدفا كيستي ارجمي قرني ارففا كيستي ارجمي اردفون كني جالل ارجما الرامتي، بل هو يخالف هدي النبي وهدي السلف. أجلتما إرجماتي في أجلتما خرا سلفني الرديما وأنفال للسرايين، والأدلة في ذلك كثيرة. فالله يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن إرجمان التنسنتنف من واجب وسنة وأذكار وأعياد وعبادة ونهي وان إرجمان سنتر فيجره واجب من سنة من وان إرجمان سنتر فقوتوا سأردفا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يوني جدي أرجمتك يا إن كنتم تحبون الله، يو الله كجالة تنساتا أنا أرد فاجئ. فمحبة الله تصدق تكون صادقة في اتباع الرسول. إرجما أردفو كيستي حقوما إرجما أردفوني مو وان سال أجتون وان سال إيسود آني إسان أردفوني دركمتا. وفي الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نمني دين كينيا كيست عارمس وان دين كينيا راهنتاني فهو رد أي مردود عليه. إسرت دي فماذا كل اللي مال احتفال بالمولد كن أكا إيجاب أتني وقعد عن إبادات أجراني ياهم كني، ولو كان خيرا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سلا إرجمان ديسو صحابان ثانين ديزنو قرون المفضلة الثلاثان قرون سدن قارين ديزنو الربود الرلفاك اي اجتمون عقلين من ما مال فكات وان يكون سنتاناني درانا فمو واجبتاناني واجبني افمو لك ومن جريت لفاك والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أهل العلم: ما نزلت آية بعد هذه الآية من آية الأحكام. آية أحكام جديد حكمي آراكن تونبوت انجرتو آية نبودة كنابوت اللي مؤكدة للأحكام والآيات السابقة ملي ونجدين آية ربا آية تقواتجج ونبوت مؤكدة للأولى. فلذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن في ذلك اليوم دينا لا يكون اليوم دينا. والنقافة سنة ديني هنتاني الردين تو هندن دو. أنا
احتفالا جال الإرجمات جدني وجان عادة قلتني كن بدا ضلالة بالفوق محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة أبي بكر إلى لوكمنا محبة عمر إلى لوكمنا محبة علي محبة عثمان إلى لوكمنا الرلفها كان محبة الجنة والاتيانة دفير كتوم مالتون بالأذكار به درما يادته نتمالي جري احتفال بالمولد مولدا والجو جبا ورقما جبودا لا ارقما جبو مت بل من محبة الرسول ومن الحرص والغيرة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أك أبي بكر ديمنا سنة ارقما داف بدانا كتم مكان إنافو دمله ارقما جبو مت مالي فمحبة النبي فذكر النبي في كل يوم وليلة لا تزال من قلوبنا قلبي كن كيسا يندبم ليلا ونهارا كل مكان ثاني دبته من ماجر أجر صلى الله عليه وسلم الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة كل أفراد البدع والنكيس أبو توكل الجر بدع حسنة بدع سيئة بدع كذا سنتطرق في الرد في الشبهات كيستي الترفل وهذه بالاختصار الأدلة التي تمنع من هذا الفعل وصو فعل يكون على الأقل وصو أنت وتيتي إما يذكر في الكتاب وإما في السنة وإما يعمل به الصحابة والرسابة وتوجت أتباع أجت أمود أبوكم مال كن يكون دليل على أنه من البدع القبيحة أكتاركات ويودي بنه أول لنا ما احتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم جلك به عبيديون ورجل أمن العبيديون والفاطميون قرامطوت شيعة والرجلتات بعده سنبودا مسلمون ولا لني قرين اتسينني قرين المعنكره وصوى كان جدودا ونكون جلك بممله واندراني مسلمة والردين كان جبي سرا وان ايقال مميتي موتين اغتني اربل ملك المظفر كجرمو بودع عبيدي جوني وجمرني جمري ملي اني درساين جمري قريني واللالي تاريخ واللالو داك والله ولما كنت جرا والربيد كان أجتا مالك بتني والنجر كبتني الرد على الشبه أولا يستدلون بقوله تعالى وفعلوا الخير خير أجتا وفعلوا الخير من الخير خير الرأي ولدك بني وقانا كايدا قرني أجتم متنيا أجمني ذكري قوني جدا عباداني خير يمان عبادة وخيرية العبادة لابد أن تكون موزونة بالكتاب والسنة مالف آيني وفعلوا الخير جتشوراني كل نجد ولا جت أجت مخيري توندندو مالف لأنه بدع خيري توندندو يقول الشاطبي وغيره كل فعل لم يفعله السلف وان سلف نوجتين أرى أجل له آيانه شملت ما جتشوني وهذا في غاية البعد فقين كيستهم قاقارة مالي وصوان آيان وان احتفال مولد ارقما قبطوتي سلانيتو توام سلا ارقمات الرافام ارقمات بر صحابات بر آيانه كان شملت بدع سيئة لما فان قل بفضل الله وبرحمته فضل الله تين رحمة الله تين فبذلك فليفرحوا سنان أجمدن فضل الله عليه السلام ورحمته القرآن كما فسر عن أبي سعيد وابن عباس ذكر القرطبي وغيره قال الله فضل الله الإسلام أو القرآن ورحمته الإسلام النبي وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إيه رسول لي رحمتها فرقمن لكن رحمتها إرقمنو تفسير آياتها برحمة تفسير صحيح ابن عباس الرمالين كلمة بالصحيح فضل الله الإسلام ورحمته القرآن وقال سيوطيني
در المنثور كيستي رحمني إرجما رجلي فسره ولو فسر على الفرض قيل في بعض النسخ كذا يورجمه أسوم رسولتي فسرمه جمّت رسولان أكملت جمّنا كيف نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم أكملت جمّن أكا صحابان جمّدن أكا تابعون جمّدن إن جمّنا مله نجتمع ونضرب وكذا وكذا وهذه من المنكرات مالك إركمان عليه الصلاة والسلام أهم سجبار آمن هلا بر دليلان حقيقة وبدني ديني أدبّجوا مالي أبابا توجتا شيء فلاني توجتا مالي وجتا دللون انتو تجرده ربي جدني دين كان أدبّجوا مالي أو مذهبكم جبي فدامي تربي رسول عليه الصلاة والسلام دام سكيت مالجين فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا عليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ سنة كوتي في سنة أصحابك يا كبرنا سنة خلفائك يا كبرنا جرّجة تنيرو نوجه أهم سيساني كان جبي فتشو نبرباتشسا لما فان من الشبهة الثالثة من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده نمني كرا سنة غاري كرا قد يجد سوامني سنة ساتانا سنة نمني اللي وجدته إسابر فما من سن في الإسلام جتشون سن في الإسلام سنة حسنة جاي ماله سنة حسنة مالني طريق النبي وعن إرجمان الجن وعن أصحابني الرافهما سنة حسنة ماله بدعة حسنة واجده إنجن سنة حسنة حديث نكون سبب ورودا كبس من مالني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق فجاء رجل بسرة كادت كفه أن تعجز فقال النبي من سن في الإسلام سنة صدقان وكنا تشوف دركاتي كنا تنمني سيرجع كني كنا تقول ربي جت ساكسيد ماله ديني كره كيستي لفاكاسومتي لم عرفان الشبهة الرابعة الاستدلال بصوم النبي يوم الاثنين ويات اثنين صوم ثاني راقافة مني ذلك يوم ولدت سنقيان على ديج الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبان قيادنا صومي قيا سانو قمرني قيادنا صومني نسو قيا قافة مو ولقيني أذكار قولا نأكل ونشرب كذا وكذا لا علينا الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أكسان أردفني أكسان أجتني أكسان جيسني ديمون كم نمله وفي تدبلون كي جلنا تاهن تؤون رسول عليه الصلاة والسلام شكري ربي تنسوم ممله والقاني إنجل توك لما فايسان تربني سوم ممله وقا إيجاني سوم موديسني أكت والقاني ضربين مالين كعبادان هنجري كان كيسا مو أغثنا يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله قرين كأكنجر قرين بعضهم كأكنجروا وهذا من المنكرات وشريانة أرقو الراجي مرت رب سداتو كبا كان كيستي قرين أمس وشبهة التي تلي السابقة صوم النبي يوم العاشوراء قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مدينة لنرجمان وكانت اليهود تصوم يوم العاشوراء مالك يا عاشوراء صومت محرم كل أنينان ذلك يوم حسن نجى الله فيه موسى فصامه شكرا فصمناه شكرا شكري ربي صومنا نلي صومني فصام النبي وقال أنا أحق بموسى إرجمان صومني إرجمان كسان صومني صومان جيسا مالين جيسنه ليس بالاحتفال ولا بالإطعام ولا بكذا ولا بدرب الضفوف كان نجيسني كن دليلا تو هندندو الشبهة الخامسة عقد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد البعثة والحديث رواه البيهقي
وابن حبان وغيره، والحديث ضعيف. وقال في المجموع النووي في المجموع الحديث باطل، وابن حجر لا ثبوت له. وفيه عبد الله بن محرر قال فيه الذهبي متروك الحديث. حديثني ضعيف، حديثني الراكب قتم حديثني كمال حق النبي عن نفسه بعد البعثة. وثم يوديسني دي سيئته وان احتفالا وان مولداتي دليلا ما بدليلا ثاني نمني أبان الران كالليقا قدت وفراك على جيشورة ملي نوتي ثاني قمتشو ثاني تيك الوان دليلا دو. الشبهة السادسة نعمة البدعة. عمر نعمة البدعة تراويح أمني ولدتك أبا مثال أنان نعمة البدعة بدعان كنتل تيجي بدعان شرعية في لغوية كمش بدعة شرعية في لغوية. شرعية جتشون إحداث شيء في الدين ليس من الدين على قصد الدين، على قصد العبادة. وان دين الرانتان ديني دجري دبلوتي بدعة جدف إنك في مذموم انتو. لما فان البدعة اللغوية مطلق الإحداث وما تقارمسو إني عمر نعمة البدعة جدي بدعة لغويات أمله بدعة شرعية مالف صلاة الكنير كمان صلى بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره صلى بالناس ليلة 5 ليلة 53 وليلة 27 الكن دقدمي سدي دقدمي أفري دقدمي شني سلاجسني دقدمي تربابو ديدني دقدمي جابو ديدني دقدمي تربابا أني سلاجسني بودا بوديدن مالي بوديدن جنة إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل أو قيام الليل قيام الليل يكون جماعة مالهن تأوتو سنرتي ديرك أما قول أمان سودات بوديدي مالهن تاجتشو إرجمان إيجا سلاجسني جدني عمر مو بودا خنا إيجا سلاجسه نعمة البدعة بدعة مالتي لغوية مال شرعية متي حتى أسمى بدعة شرعيات على الفرض والتقدير بدعة شرعية متي إرجمان ما جاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين سنة يوتا سنة عمر تاء لكن نتسنة بدعة شرعية ينجن بدعة لغوية. الشبهة السابعة قول ابن مسعود فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. واني مسلمون غاري تو ارجع ربي برتي غاري دا كنا في دلو ترجما غمدني والكاني والتياني مال جتون بقى كجرون كنو مسلمون تو غاري تو ارجع لا مسلمون غاري تو نغري غاريني وربيدا غاري تو يرغني غارين اهل السنه والجماعه اهل العلم اهل السنه بدا سياتو ارغني منذ زمن بعيد ما زال النكير عليهم. اولا قناف حسنهم فهو من البدعات السيئه. والشبهه الثامنه تقسيم البدعه بدعه قودو بدعين قودم تيج ميك مالتي بدعه واجبة بدعة حسنة بدعة مندوبة لا بدعة ونقول منه كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة بدعة كقدم بدعة لغوية شرعية أكيد شو مرمال نعمتي البدعة كنيجة ماله بدعة واجبة بدعة سيئة ماله قضياني كل بدعة ضلالة كل قضية كلية تعم جميع الأفراد ولو كان يخص منها من هذه القضية فرد من الأفراد لأخرجها في خصوص ما إرجما يروم كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور كليات هد إر حذر ومالك إن بدعة دلالات هنتو إني إمام الشافعي رسالة كيستي البدعة قسمان بدعة حسنة وبدعة سيئة. بدعة حسنة سانجرا بدعة مالتي بدعة لغوية بانو
بدعة سيئة سامبانون بدعة كمي شرعية بانو مالي عز بن عبد السلام تقوده بدعة شريط تقوده عز بن عبد السلام كان يقوده تقسيمني عز بن عبد السلام قوده قرين سا تقسيم اللغوي كيسا قلا قرين سا تقسيمني شرعي كيسا قلا كان تقسيما شرعي إني بدعة انت أجلو كل ما خالف الكتاب وسنة مردود كون أنا مركزكم مال أكاكنتي أكابر علماء من إمام مالك من أبي حنيفة أي ما قل قدار رفاتر والسيان مال جرو إمام أبي حنيفة إذا جاء الدليل عن الله وعن رسول الله فعلى العين والرأس قرآن فديسة كي تدبت من أمتها في جرة فران صحابة يرود في جرة فعلى العين والرأس فإذا جاء من دونهم ننظر نيلال سر مسرمت وافق الكتابة والسنة قتمي ونقتم نيلال وأن القرآن خال فيجر وأن حديث خال فيجر وأن إجماع مسلمان خال فيجر مردود وقال الشافعي رحمة الله عليه إمام الشافعي إذا خالف الحديث إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي أرض الحيث يجاكي دلق دلات الركتات وخذوا بقول رسول الله يجرق ما فتاجل أمسكوا معنى كان أي أبلو تجري أبلو متدبين والدليل دليل جمال ما قال الله وقال رسوله وما سوى ذلك فمن وسوسة شيطانا وقال الإمام مالك رحمة الله عليه كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر نمرتو جتنا من دي بمنا نرتي دي بفما صاحب قبري كنا مالي وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم آية اليوم أكمل سورة ما مالك مالك ما لم يكن في ذلك اليوم دينا فليس اليوم دينا والنقافة ديني تنوجد من الردين توندن دوج وهذه وصية عظيمة رحمة الله عليهم وقال وشبهة في هذا الباب ورد الشبهات يقول وآخر مسألة نختم بها الإجماع آخر مسألة التي تنظرها إجماع أدلة الشريعة المتفق عليها عند المسلمين أربعة إلا عند بعض أهل الظاهر الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان في القياس كلام عند بعض أهل الظاهر إجماع زمن إركما عليه الصلاة والسلام احتفال لكم حجة زمن صحابة قرني تابع حجة أجمعوا على تركه إي سورة إجماعتان والإجماع من أدلة الشريعة فلا يجوز نقضه ولا خرقه وخرق الإجماع حرام وسنية من أحكام الشريعة وأتوك سنة جتون مندوبة جتون واجبة جتون أحكام شريعات لا يثبت إلا بدليل ولو كان ثابتا لسبقونا إليه لسبق إلى فعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتو خيري ترجما تجت أبي بكر تجت عمر تجت علي عثمان تجت خيري تود أمنان ديسني فعلينا الاتباع ولا الابتداع وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.